انت مرة حلمت انك لاعب كورة مشهور ورافع كاس العالم، وانتي مرة حلمتي ان عندك اكبر شركة في العالم، وانت كمان وانت صغير حلمت انك سوبرمان او سبايدر مان، وانتي كمان حلمتي انك واحدة من الفتيات الخارقات. ده مش حلم، ده انتوا بس في اكوان تانية، وانت او انتي اتواصلتوا معاهم لا اراديا. طبعا انت بعد الكلام ده قعدت تفكر، طب انا اروح هناك ازاي؟ وهل لو رحت هقابل نسختي التانية؟ بس احب اهديك كده واقول لك استنى، ما تفكرش في الموضوع، لان هفاجئك بكلام جديد تماما على النظرية دي. تعال نرجع مبدئيا بالزمن انا وانت لعصور الحضارات الاولى، ونشوف الناس اللي هناك ونحكي لهم ان في المستقبل هيبقى في حاجة اسمها طيارة بتطير زي الطير بالظبط، بس اسرع منه بمراحل. ممكن تروح من مصر لليونان في ساعة واحدة بس تفتكر هيسيبونا عايشين؟ ما هو بصراحة أنا وأنت رحنا العصر غلط. طب تعالى ننط للناس اللي كانوا عايشين في العصور الوسطى ونقول لهم إن مجرتنا مش هي المجرة الوحيدة اللي في الكون. مجرة إيه؟ هم يعرفوا أصلا يعني إيه مجرة؟ تعالى ننط لقدام سيكا بس، نروح للعصر اللي كان فيه عايش ليوناردو دافنشي وجاليليو، علماء رسخوا مبادئ كتير قوي في مختلف العلوم اللي موجودة دلوقتي. ونقول لجاليليو مثلا إن إحنا في المستقبل هنروح القمر. طبعا جاليليو هيقول عادي لأنه فلكي زينا، لكن اللي مش عادي لو قلت للقيادات اللي كانت موجودة في الوقت ده اللي حكموا جاليليو لما قال إن الأرض مش مركز الكون حاجة تافهة، تقول لهم نروح القمر، اللي هم كانوا أصلا معتقدين إن القمر ده حاجة بيور جدا. ممكن ترجع تتفرج على حلقة جاليليو عشان تفهم إيه اللي حصل ساعتها. يعني من الآخر كانوا علقونا أو نفونا لو قلت لهم إن إحنا نروح القمر في المستقبل، إن بالنسبة لهم إحنا نطلع مجانين. طب استنى تعال ننط ل 2014 وقت تصوير فيلم انترستيلر، ونقابل المخرج كريستوفر نولان ونقول له يا كريس، الموديل اللي انت هتعمله عن الثقب الاسود في 2019 هنصور اول صورة حقيقية لثقب اسود. وتخيل يا كريس انك الموديل بتاعك اللي انت هتعمله في الفيلم هيطلع هو الثقب الاسود الحقيقي. يعني انت عملت شكل الثقب الاسود اللي احنا اصلا ما شفناهوش بناء على نظريات وحسابات اينشتاين. يا ترى احساسه ورد فعله هيكونوا ايه؟ اعتقد انت وصلت للفكره اللي انا عايز اوصل لها. كل 100 سنه البشريه كانت بتنط في حته تانية خالص، لحد 1970 اينشتاين كان عالم مجنون اتوقع وجود كيان في الكون اسمه الثقب الاسود في سنه 1916، ومات اينشتاين سنه 1955. وبعدها ب 15 سنه بس سنه 1970 اكتشف العلماء وجود فعلا الثقب الاسود ده، وطلع اينشتاين صح. من سنه 322 قبل الميلاد والعالم فضل فاكر ان الارض هي مركز الكون، لحد ما جه عالم اسمه جاليليو سنة 1610 بعد الميلاد قال لهم ثواني يا جماعة نفهم. أرسطو كان غلط وأثبت إن الأرض مش مركز الكون، واتحاكم زي ما قلت لك بسبب إثباته ده 2000 سنة تقريبا. أجيال ماتت وأجيال عاشت فاكرين إن الأرض هي مركز الكون وكل الأجرام السماوية بتلف حواليها. ويجي واحد يقول لهم لا دي مش الأرض دي الشمس. بعدها بسنين نعرف إن الشمس بتلف في مجرة حوالين ثقب اسود عملاق، وبعدها برضه نعرف ان مجرتنا مش هي الوحيده اللي في الكون وانه في 2 زياده، ولحد ما اطلقنا تلسكوب جديد كده اسمه هابل في الفضاء وصور الصوره دي وعرفنا انه في عدد لا نهائي من المجرات في الكون. وطلع اينشتاين ونظرياته صح، وان النظريه النسبيه العامه والخاصه صح، وان نيوتن ومعادلات الحركه بتاعته مش كامله، مش بتطبق على كل الاجسام اللي موجوده في الكون. سنين بتعدي والافكار المجنونه اللي بيحلم بيها الانسان بتتحقق وبنشوفها قصاد عينينا. حد في الستينات كان يصدق انه هيبقى في حاجه اسمها موبايل، جهاز وانت ماشي ممكن تكلم اي حد في اي حته. يا راجل ده التلفزيون والتليفون دلوقتي هم ابسط التكنولوجيا اللي موجوده، مش اختراعات يعني. دلوقتي انت اكيد بقى فهمت انا رايح لفين، بس لا برضه مش هقول لك ان نظريه الاكوان دي ممكن تبقى صح أو غلط. طب يا فلكي هي جت إزاي؟ هتستحمل؟ أصل شرحها كتير وكبير ومالوش لازمة، بس باختصار بسيط النظرية دي في وجهة نظري هي تفسير خاطئ، يعني هي نتيجة طالعة لأسباب العلماء أصلا ما فهموهاش، ففسروا اللي مش فاهمينه ده بالتفسير الخاطئ ده. وده طبعا من وجهة نظري، يعني العلماء المؤمنين بنظرية الأكوان دي بيحاولوا يداروا على خيبتهم بخيبة أكبر شوية. إيه الكلام الكبير اللي أنا بقوله ده؟ عشان أفهمك أكتر نرجع لسنة 1920 لما ظهر حاجة جديدة في العلم اسمها ميكانيكا الكم، كوانتم ميكانكس. ولازم تفهم أنه معنى كلمة الكم هي مصطلح فيزيائي بيوصف أصغر كمية يمكن تقسيم بعض الصفات الطبيعية ليها. يعني الذرة ينفع نقسمها لحاجات أصغر منها. الذرة بتتكون من بروتونات ونيوترونات وإلكترونات،
واعتقد انك عارف المعلومه دي، لكن اللي ما تعرفوش ان البروتونات والنيوترونات بيتكونوا اصلا من حاجات اصغر بنسميها الكواركس. واعتقد برضو انك ممكن تكون عارف المعلومه دي. اما المعلومه اللي ممكن تكون جديده عليك تماما انه في نظريه بتقول انه في حاجه اصغر من الكواركس، انه في حاجه اسمها اوتار بتكون الكواركس، وسموها نظريه الاوتار الفائقه. يبقى الاوتار بتكون الكواركس اللي بتكون النيوترونز والبروتونز اللي بتكون الذره، والذره هي اللي بتكون كل حاجه موجوده في الكون. لما نجيب كوارك ونفكها هنلاقي مجموعه من الاوتار بتشبه اوتار الجيتار كده، لما بتتجمع مع بعض بتعمل الكوارك. العلماء قالوا كمان ان نظريه الاوتار دي بتكون او متكونه من 9 ابعاد. جابوهم منين؟ قال لك اصله في 6 ابعاد بنزودهم على ال3 ابعاد اللي احنا عايشين فيهم دلوقتي. احنا عايشين في عالم ثلاثي الابعاد، طول في عرض في ارتفاع، لكن نظريه الاوتار بتقول ان في 6 ابعاد زياده على ال3 دول فتخلي المجموع 9. ومش معنى ان احنا مش عارفين نشوف الابعاد دي ان نقول ان هي مش موجوده، ولكن هتظل النظريه دي نظريه تقريبا لسه محدش عارف يثبتها لغايه دلوقتي. طب جت منين النظريه دي؟ اصله قبلها كان في حاجه اسمها السوبربوزيشن، الوضع الفائق، وده مصطلح اطلقناه على الكلام اللي هقوله لك ده. قال لك احنا نجيب الكترونيه ونقعد نبص عليها كده، لاحظها هنلاقيها تقريبا بتلف ناحيه اليمين. اما لو جبنا غطا وغطينا الالكترونيه دي وما بصيناش عليها فهي موجوده تحت الغطا بكل حالاتها، بتلف يمين وشمال وتتحرك في اي حته في نفس الوقت. لكن لما نشيل الغطا ده ونبص عليها تاني هنشوفها رجعت لنفس الوضع اللي كنا شايفينها عليه، بتلف يمين بس. قال لا، يعني ايه الكلام ده؟ يعني بتتكسف يا ماو، بترجع للحاله اللي كانت عليها اول ما انت تبص عليها على طول. وده مش للالكترون بس، ده في اي حاجه في عالم الكم. فالعلماء سموا الموضوع ده الوضع الفائق للجزيء. وعشان اسهلها لك اكتر شويه، هات طوبه وارميها في الميه، هيحصل ايه؟ هتلاقي موجات الميه بتتجمع وتعمل موجات كده على شكل الدايره بتبعد. وتفسيرهم ان هو ده الوضع الفائق، ان الجزيئات الصغيره قوي للميه بتتجمع مع بعض عشان تعمل النتيجه اللي حصلت من ضرب الطوبه لسطح الميه. حتى العلماء نفسهم مش فاهمين ازاي. بص، اصل ميكانيكا الكم هي دراسه حركه وطبيعه الجزيئات التنتوفه خالص، وهي عمليات حسابيه بتعتمد على البروبابيليتيز والانسرتينتي. يعني ميكانيكا الكم دي حسابات في الهواء. اي نعم هي ساهمت اننا نعرف طبيعه وحركه الجزيئات الصغيره خالص دي، بس كل دي توقعاته مش فاهمينها. واللي حصل بعد كده بقى كان مصيبه اكبر من كده بكتير. جه واحد اسمه شرودنجر، اعتقد انتوا عارفينه، وعمل تجربه اسمها شرودنجر كات. شرودنجر في مره كده وهو بيشرح لطلابه قال لك احنا نجيب بوكس، البوكس ده نحط جواه قطه وماده مشعه وانبوبه فيها غاز سام، وقال لك ان الماده المشعه دي 50% تتحلل بعد ساعه و50% تقعد اكتر من كده. وعمل حركه ان الماده المشعه دي لما تتحلل هينزل شاكوش يكسر الانبوبه المقفوله دي اللي فيها الغاز السام، فالغاز السام ينتشر في البوكس المقفول على القطه فالقطه تموت. فقال لك احنا نعمل التجربه دي ونفتح الصندوق بعد ساعه، يبقى كده في احتماليه 50% نفتح الصندوق نلاقي الماده المشعه اتحللت، الانبوبه مكسوره والغاز السام انتشر وقتل القطه، فنفتح نلاقي القطه ميته، او ان كل ده ما يحصلش ونفتح نلاقي القطه عايشه. بس شرودنجر ما عملش التجربه، هو حكاها كنظريه. والدروس المستفاده من النظريه دي، شرودنجر قال ان القطه ميته وعايشه في الصندوق في نفس الوقت. قال لا، يعني ايه يا عم شرودنجر؟ قال لك ما هو اصل 50% نفتح نلاقيها عايشه و50% نفتح نلاقيها ميته. شرودنجر كان في دماغه بذره بتاعه الاكوان المتعدده، لكن ما عرفش يوضحها. لكن كلامه ده في ميكانيكا الكم كلام منطقي جدا، واللي منه اصلا تقريبا طلعت سوبر بوزيشن، ان القطه عايشه وميته في نفس الوقت جوه الصندوق زي الالكترون. يعني معنى كلامهم ده ان احنا لما ما نبصش على القمر يبقى هو راح مشواره ورجع، لكن لما نبص عليه نلاقيه في مكانه زي ما هو، زي ما احنا كنا عارفين. كانت لسه الفكره ما اتبلورتش. راح جه واحد نيلها اكتر اسمه هيو ايفريت. هيو كان عالم امريكي سنه 1954، جه وقال لك الكلام ده ما ياكلش معانا، احنا لازم نفهم الناس عشان ما ياكلوش وشنا. قال لك ايه بقى؟ لما كنا بنخبي على الالكترون ونبقى عارفين ان هو موجود في كل حالاته، هو فعلا موجود بكل حالاته بس في اكوان تانية. هوبا امسك، هو ده اللي قال المصطلح اللي عرفنا في كل الافلام دلوقتي. مش هيو اللي طلع مصطلح المالتيفيرس، هيو طلع مصطلح جديد اسمه Many Worlds Interpretation، تفسير العوالم المتعدده. هيو من الاخر قال ان الكون بتاعنا متفرع من اكوان تانية، وانه حتى الكون بتاعنا
بيتفرع منه أكوان تانية، كون عليه الزمالك هو بطل دوري أبطال أوروبا، وكون تاني الأهلي بيلعب في درجة تانية، وكون عليه الديناصورات عايشين مع الإنسان، وكون مفهوش إنسان أصلا، وكون الباشا عمل حفلة من الأكوان، وده بس عشان يفسر فكرة موجود في كل حالاته. طبعا المجتمع العلمي ما قبلش الفكرة دي خالص. فكرة هيو كانت ببساطة إنك لو قاعد دلوقتي قدامك كوباية شاي وكتاب وأكل مثلا، وجيت تقرأ الكتاب فحسيت إنك جعان فأكلت الأول قبل ما تقرأ، هنا في اللحظة دي الكون اتقسم 3: كون أنت بتاكل فيه، وكون تاني أنت مسكت الكتاب فعلا وابتديت تقراه، وكون تالت أنت شربت الشاي قبل ما تعمل الاتنين التاني أصلا. وده ليه؟ لأنك موجود في كل الحالات، بس مش معنى إنك مش شايفها يبقى هي مش بتحصل. وكمان ربط العلماء النظرية دي بنظرية الأوتار، قال لك صح، ده كده الأوتار بتصنع أكوان مختلفة لما بتتجمع وبقت ليلة كبيرة قوي سعادتك. عايز أقول لك كمان إن هيو ما كانش أول واحد يتكلم ففكرة إن في أكوان تانية. الفكرة دي موجودة من أيام اليونانيين لكن ما كانتش بنفس الاسم، وجه بعد هيو علماء كتير زودوا على النظرية دي وطوروها وناقشوا إيفرت إنها بالنسبة لهم منطقية جدا. وبس يا سيدي، دلوقتي النظرية دي مكملة معانا بس باسم المالتيفيرس اللي بنشوفها في كل الأفلام الخيال العلمي اللي موجودة دلوقتي. بس في حاجة كنت سايبها لك للآخر. في ميكانيكا الكم وفي نظرية الأكوان المتعددة بتقول إن قوانين الفيزياء وطبيعة المادة بتختلف من كل كون تاني. يعني ممكن النار عندنا تكون بتحرق بس في كون تاني هي بتجمد، ده لو كان على الكون التاني ده في نار اصلا. طب ازاي؟ ما الالكترون اللي في الكون عندنا الحمد لله ساعد في وجود حياه ووجود المواد اللي احنا بنشوفها دلوقتي بقوانين الفيزياء اللي موجوده في الكون بتاعنا، لكنه على كون تاني هتلاقيه بيلف بطريقه مختلفه، فممكن ما يكونش ساعد على وجود الحياه اصلا، او ان هو مع البروتونات والنيوترونات كونوا ذرات مختلفه مش موجوده في الجدول الدوري بتاعنا، فعملوا مواد ممكن تكون جديده او ليها قوانين خاصه بيها. يعني ممكن تلاقي كون اتعمل فيه نجوم بس مفيش كواكب، ممكن تلاقي كون اتعمل فيه كواكب بس ما فيهوش نجوم، ممكن تلاقي كون فاضي خالص وفيه ثقوب سودا. احنا بس صادف نكون في الكون كل حاجة فيه من الصدفة طلعت صح. فاكر حلقة أغرب صدفة في تاريخ الكرة الأرضية؟ المعلومة دي كمان تمحي كل الأفلام اللي ممكن تكون اتعملت على المالتيفيرس، زي مثلا فيلم دكتور سترينج أو فيلم سبايدر مان. اللي حصل في الأفلام دي هو قمة العبثية بالمعلومة اللي قلت لك دلوقتي، لأنه مثلا دكتور سترينج كان عمال يروح من كل كون وما يحصلوش حاجة. بيتر باركر في سبايدر مان لقى نسختين منه جايين من أكوان تانية وبرضه ما حصلهمش حاجة. ما هي ذراتهم مش هتعرف تتكيف مع الكون التاني ده بقوانينه، فممكن يسيحوا أو يختفوا من الوجود أصلا لأن ذراتهم مختلفة جاية من كون تاني. يعني كل الأفلام اللي اتكلمت عن المالتيفيرس بالطريقة دي لا تمت الواقع بصلة. ويمكن الفيلم الوحيد اللي ناقش النظرية دي بشيء من المنطقية هو فيلم Everything Everywhere All at Once، لأنه في الفيلم الإنسان في المستقبل عرف يبتكر جهاز يتواصل بيه تخاطريا مع نسخه التانية اللي موجودة في الأكوان التانية، ويعرف يلبس النسخة دي وكمان يكتسب قدراتها في الكون بتاعه. لكن إنه يروح من كون لكون ده مش موجود. المفروض لو لسه مش فاهم، ففي عالم براين جرين وهو عالم فيزيائي ومن أحد المؤمنين بفكرة المالتيفيرس كتب في كتابه قصة يثبت بيها فكرة المالتيفيرس للناس. والقصة بتقول إن أنت لو ماشي بطيارة فوق جزيرة وبصيت على الجزيرة دي ولقيت في الأرض حفرة صغيرة قوي، فحبيت تلعب ومعاك كورة بيسبول ورحت رامي الكورة دي ناحية الحفرة الصغيرة دي، إيه احتمالية إن الكورة دي تخش في الحفرة الصغيرة دي وأنت ماشي بسرعة؟ ما تحسبهاش لأن الاحتمالية تكاد تكون صفر. لكن لو زودنا عدد الكور لمليار كورة فاحتمالية إن كورة واحدة تخش في الحفرة هي احتمالية كبيرة طبعا. هنفترض إنه في كورة وقعت في الحفرة فعلا وباقي الكور وقعوا على السطح، وهنفترض كمان إن الحفرة دي كانت بالصدفة مليانة مية وإن الجو مناسب إن الفطريات تنمو على الكورة دي. فأعتقد يا ماو أنت لقطت باقي القصة إيه بالظبط كده. إحنا الفطريات دي وكرة البيسبول هي الكرة الأرضية، والحفرة اللي دخلنا فيها هي الكون بتاعنا. ومش معنى إن إحنا مش عارفين نطلع من الحفرة دي إن الكور اللي فوق مش موجودة، وإننا لو عرفنا نطلع من الحفرة هنلاقي المليار إلا كورة موجودين على السطح. فكرة المالتيفيرس فكرة خطيرة ومجنونة لدرجة إن أنت تتخيل إن ليك نسخ في حتت تانية، كل نسخة عاشت شكل حياة مختلف عن اللي أنت عايش. نسخة منك غنية وأنت هنا فقير، أو أنت هنا غني والنسخة التانية فقيرة، نسخة ناجحة
ونسخة فاشلة، مثلا نسخة مني قاعدة تتفرج على واحد تاني عمل قناة يوتيوب باسم الفلكي. بس المهم في الموضوع ده كله هو رأيك انت، ايه رأيك في الفكرة نفسها؟ وهل حاسس ان هي ممكن تكون موجودة فعلا زي ما قلت لك في الاول ان من 100 سنة بس ما كناش نعرف ان في مجرات تانية غير مجرتنا؟ هل ممكن الفكرة المجنونة دي بعد 100 سنة او اقل او اكتر فعلا نلاقي لها اثبات؟ اكتب لي في الكومنتات ايه رأيك، ولو عندك سؤال اسأله، ولو عجبتك الحلقة اعمل اشتراك في القناة واعمل لي فولو على الانستجرام والفيسبوك والتيك توك، هتلاقيني بنزل عليهم اخبار جديدة دايما. وبكده خلص الكلام.